واقف عند مصر اللي مخها باظ. بعض المصريين جالهم عته، كل واحد بيكتب يقول لي نظام الطيبات ده طيبات في عين اهلك. كل واحد حاطط نظام الطيبات على الصفحه بتاعته يشيلها دلوقتي. مش هنسيبك دكتور، مهندس، بقال، اللي انت عايزه. اي حد هيحط النظام ده ويروج ليه هو مجرم. مش هنسيبك. شيلوا الطيبات من على النت، ويجب ان يتدخل السيد النائب العام وان تتدخل النيابه العامه. ريشة يا عمو ريشة. صباح الخير يا جماعة، أنا عندي أدلة هنا بتقول إن الهرم الكبير كان أصلا في التجمع الخامس ونقلوه الجيزة لما كانوا بينقلوا عفش نفرتيتي. هو إيه الصوت العالي اللي أنا سامعه من إمبارح ده؟ أنا معرفتش أنام. أستاذ عمرو إحنا شوية تسيب لنا الدقيق، في إيه؟ اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش. هو دكتور ضياء العوضي ده كنت شفتوه إمتى أصلا؟ أنا واحد من الناس أول مرة أشوفه من 3 أسابيع، من شهر بالكتير قوي. حد شافه قبل كده طيب يقول لنا؟ انا اقصى حاجه شفتها فيديو عدى عليا كده فجاه من 2023 مع استاذ الاعلام الكبير محمود سعد. ده الموضوع طلع من زمان، من فتره، واتكلم عن نظام الطيبات كله بقى بالتفصيل. اللي عايز يروح يشوفه. فكوكم من المقاطع المتقطعه والمتجزئه من كلامه ده لو مهتمين يعني وخايفين على مزرعه الفراخ اللي فوق السطح يعني هتلاقوه بيتكلم باستفاضه عن النظام ده، مش فيديوهات متقطعه من سياقها عشان الناس تطلع ترند على جثته. اللي بالمناسبه انا اكتشفت ان فيديوهاته اصلا بقالها 3 و4 سنين، يعني هو بيعمل كده من 3 4 سنين. ازاي ظهر فجاه كده وبقى يعني بقى ترند؟ طب ما ممكن يكون هو اصلا متوفي من 3 4 سنين وفي حاجه غلط بتدور، ما جاش في دماغكم الكلام ده. اما بالنسبه بقى لنظريه المؤامره تش ريشة يا عمو ريشة. الناس بقى اللي بتقول لك ان هو اغتيل اتقتل، انا مش فاهم. تجار الفراخ بعتوا وراه فرارج بكزلك يجيب اجله. انا مش فاهم انتوا بتفكروا ازاي او منين. ده مخ مش طفايه. وفجاه كل الاعلاميين والمنجمين بقوا عارفينه، سبحان الله. وبقى بينهم وبين بعض شات ورسايل الساعه 12 بالليل، معرفش بيعملوا ايه مع بعض، بس ماشي ترند وكله عايز يركبه، تمام. بس مش على جثته، ما كان عايش، ما كان ممكن تستضيفوه وتتكلموا معاه. ريشة يا عمو ريشة. وفجأة برضه بقى في ناس ماشية على النظام بتاعه وربنا شفاهم، الله أكبر، المكنة طلعت قماش. وناس تانية بنكتشف إن هم توفوا بسببه وطالعين يشتموه ويلعنوا فيه برضه بعد ما توفى. كنتوا فين يا جدعان لما الراجل كان عايش؟ احنا بنكتشف حالات وفيات في حياته أما كانوا عايش. دلوقتي ليه دلوقتي؟ انا اول مره اشوف واحد ترند بعد ايه ده؟ انا خايف تطلع له زوجه تانية وتطلع تطالب بحقه في الميراث. انا عارف ده اللي هيحصل. احنا ترنداتنا لو ما فيهاش خناقات نسوان مش هيبقى ترند، مش هيبقى اسمه ترند خالص. ريشة يا عمو ريشة. وفي ناس تانية بتقعد تشتم في الراجل. طب هل انتوا مشيتوا على النظام ده؟ هل حد جربه؟ 90% من اللي بيتكلموا عنه ما جربوهوش اصلا. بس احنا جايين ننتقد، احنا ده غلط لا ده صح، واحنا اصلا عايشين في معاناه اقتصاديه، احنا معناش فلوس نجيب فراخ، احنا مش كل يوم بناكل اسكالوب بانيه على الفطار. وبعدين ده هو شهر يعني اللي الراجل اتشهر فيه، يعني الشهر ده لو حد مشي على نظام الطيبات مش هيجرى له حاجه، يعني مش هيطلع له فوله في قفاه. ريشة يا عمو ريشة. انا بالنسبه لي الموضوع دوت ترند على جثه الراجل، وكده ما حدش معاه فلوس اساسا. انا بس عندي مشكله مع اللي قال لك احنا هنجري ورا الناس اللي بتعمل نظام الطيبات. اي حد هيكتب تويته يروج لهذا الامر يجب ان يحاسب. اللي هو بيمنعك من مكرونه وبيمنعك من الفراخ وما بيحرمكش من السمك ولا اللحمه. انا اعرف ناس لا بتاكل فراخ ولا بتاكل سمك طول حياتها كده لحد ما اكتشفت ان سبحان الله الفراخ والبيض ليهم بورصه زي الدولار والذهب، وهذا تدمير لاقتصاد مصر. في ناس ممكن تتخلص من الراجل لو جاب سيره الفراخ. الموضوع طلع كبير اكبر من مستوى عقولنا يعني، واجروا ورا الناس. وفين مباحث الانترنت والنائب العام؟ عايزين نجري ورا الناس اللي بتنزل نظام اكل وشرب. الله اكبر الله اكبر يا علامه. معلش انا اسف، انتوا كاعلاميين او بعض الاعلاميين يعني جمهوركم نفسه فقد الثقه فيكم.
فالمشكله ان هم لما يقولوا كلام زي دوت الناس هتجري ورا النظام ده ويعرفوا هو بيتكلم عن ايه ويمشوا عليه كمان، وهيفتكروا ان في الصالح ليهم. والنبي بلاش هب. ريشة يا عمو ريشة. انا بالنسبه لي طيبات مش طيبات، احنا مش داخلين نلعب بطولات، احنا ما شاء الله علينا بناكل الاخضر واليابس، معانا فلوس بناكل، معناش فلوس بناكل، مش نظام اللي هيخسرنا بعض يا جماعه ويطلع ناس يشتموا في بعض. انا بحب نظام الطيبات، لا انا لا انا هموت، لا انا هعيش، انا مش عارف انام يا جماعه، مش عارف انام من الصياح ده. ريشة يا عمو ريشة. احنا ولا بنلعب بطولات ولا بنحضر لفيلم من الاخر، وكده كده الناس لما بتعطش بتشرب. سبحان الله. كده معكم عمو ريشة، ايه اللي مش عاجبه العيشة ولا اللي عايشينها ولا نظام الطيبات. انتظروا كل جديد مع الدكتور ريشة رمضان. معلش يا جماعه بس انا اسف للامانه العلميه، لسه صاحي من النوم، بس يعني في حته كده نسيتها وانا بمنتج. الامانه العلميه تحتم عليا ان اقول لكم النظام ده بعد دراسه وتفحص وتمحص مني مش هينفع الا مع نوع واحد بس من البشر اللي عندهم قولون. النظام ده هيبقى جاحد معاهم مع الاحتفاظ بكميه الاكل، حتى الحاجات الممنوعه ممكن تتاكل بس مش بكميات كبيره. قولون بس، قولون بقى، مش كل الناس. انا اللي حاسس في نفسيتي ان فيلم الفرح كان شغال وما اتفرجتش عليه. الله يسامحك يا عم عمرو. الاحساس وانا عيني مفتوحه وشي كله علامات استفهام. كفايه بقى يا خلق ده، انا صدري خلاص قام. ممنوع حد يزعجنا، انا عايش شويه سلام. ممنوع الدكاتره، ممنوع اي كلام. ممنوع التلفزيون، ممنوع الاعلام. ممنوع الدوشه دي، ده اخر المطاف. سيبوني في حالي انا جبت اخري خلاص. ممنوع الازعاج، ممنوع